وللتعليق على الأحداث أيضا معنا الناشط السياسي علي الفيل عضو المكتب التنفيذي للجبهة الحرة للتغيير السلمي. سيد علي، يعني أهلا ومرحبا بك. في البداية، من يطلق النار في بورسعيد؟ أعتقد أنها اليوم المتابع للأحداث في مدينة بورسعيد كغيرها من المدن المصرية، وتحديدا بورسعيد الخط الأول للثورة المصرية منذ اللحظة الأولى، سيجد أن ما يتم الإعلان عنه شيء وتحديدا من وزارة الداخلية وما تنقله الصور، سواء كانت الصورة الفوتوغرافية أو الصورة المرئية، تتحدث عن أمور أخرى. الأحداث على الأرض هي نزاع حقيقي ما بين المواطن المصري، ليس التابع لفصيل معين من الفصائل السياسية، وإنما المواطن المصري القاطن في بورسعيد مع سلطة يعتقد أنها سلطة غير مستحقة لتولي الأمور في هذه البلاد. نحن نتحدث عن أزمة بالفعل، حيث نجد أن، وهذا موجه لوزارة الداخلية المصرية، أن هناك هذه العناصر التي تدافع أو تعمل مع وزارة الداخلية ضد المواطن المصري. هم يتساءلون ويخرجون بيانات أن هناك البعض من الخارجين على القانون، ونحن نقول هذه اللوحة وليست هذه الصورة فقط، وإنما أيضا هذه الصورة التي توضح لنا هذه اللوحة التي تتعامل بمنطق ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات الأصولية. فلندقق في الصورة، هذه عربة أمن مركزي وليست عربة ملاكي خاصة لأحد المواطنين. نحن نتساءل من هؤلاء؟ إذا كانت هذه اللوحة لا تعبر عن الأصولية التي تحتمي بها وتدفع بها في هذا الصراع للإيقاع مع إيقاع الشعب المصري مع القوات المسلحة أو الداخلية، سنجد أيضا أن هناك مواجهات حقيقية. هذه الصورة أيضا توضح لنا مدى ما يحدث الآن في بورسعيد. هل نحن في صدد حرب أهلية يمكن إطلاقها مع الجهات المصرية الموجودة الآن على الأرض، والتي تتواكب مع زيارة جون كيري لحل النزاع الداخلي ما بين قوى المعارضة المصرية وما بين النظام الحاكم؟ سأسألك أيضا، يعني على ماذا يراهن يعني المواطنون أو المحتجون في بورسعيد؟ المواطن المصري يراهن على حضارة 7000 عام، حضارة تعتمد على الذات ولا تعتمد على الآخرين. نحن كمصريين هنا في هذه اللحظة التاريخية الفارقة كما قالها البعض، لن تكتمل الثورة المصرية إلا بسواعد من قاموا بها. ما يحدث الآن في بورسعيد هو نموذج مصغر لما يمكن أن يحدث في الفترة القادمة. نحن نحذر من الانجرار والاندفاع. نعم، واضح. هل تعتقد أن الوضع يعني الآن أصبح مهيئا لتدخل الجيش إلى الساحة ودخوله إلى الساحة السياسية؟ أعتقد أن الجيش في الأيام الماضية، المواطن البورسعيدي والمواطن في البحر الأحمر والمواطن في الفيوم خرج لعمل توكيلات للفريق السيسي لإدارة البلاد، ولكن أعتقد بعد زيارة جون كيري تحديدا في هذه اللحظة هو الدفع بالقوات المسلحة أن ترجع إلى حماية الشرعية كما يذكرون، نظرا لزيارة السيد أوباما في إبريل القادم لتل أبيب. فهم يريدون أن يأمنوا منطقة غزة، ومن ثم لن يحقق لهم ذلك إلا النظام الحالي. أشكرك. الناشط السياسي علي الفيل عضو المكتب التنفيذي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.